انا محمد عمرو وده ليدل. جيت النهارده علشان اقول لكم اسعار المنتجات واقول لكم تقريبا بصرف قد ايه شهريا على طلبات البيت، فيلا بينا نشوف الاسعار. اول حاجه 2 كيلو تفاح ب 3 يورو. البرتقال الكيلو عامل 2 يورو والكيلو ونص عامل 3 يورو. الليمون هنا غالي قوي، كيلو الليمون عامل 2 يورو ونص. الطماطم في منها انواع كتير، الطماطم الكبيره دي عامله 2 يورو ودي برضو عامله 2 يورو. دي فراخ متبله وجاهزه على التحمير. هنا الصدور متقطعه جاهزه 2 يورو 50 سنت ل 440 جرام. وهنا كوردن بلو عامل 2 يورو 50 سنت ل 490 جرام. وفي كمان ناجتس. اسعار الفراخ بقى، الفرخه دي عامله 4 يورو 60 سنت، ودي 800 جرام من فخاد الدجاج عامله 4 يورو 40 سنت. ودي صدور دجاج عاملة 4 يورو 60 سنت 400 جرام. وهنا عاملين عرض الكيلو ب5 يورو شرايح صدور الدجاج، ودي صدور كاملة عاملة 9 يورو على الكيلو. بس أنا بصراحة بفضل أجيبها من الجزارة الإسلامية علشان أبقى مطمن وحلال وكل حاجة تمام. نجيب زبادي، أنا بجيب زبادي اللي هي من غير لاكتوز لأن أنا عندي حساسية من اللاكتوز. سعرها يورو 25 سنت النص كيلو. في زبادي تانية مش لاكتوز فري ولا حاجة، بتبقى 8 الواحدة 125 جرام ب 2 يورو، أرخص وأحسن كتير طبعا. كمان هجيب جبنة ماسكربوني علشان نبقى نعمل التيراميسو. ده تيراميسو في السوبر ماركت بس محدش يشتريه علشان أنا اشتريته قبل كده وطلع فيه زي ما انتوا شايفين كده فيه كحول. فبعد ما اشتريته اضطريت ان انا ارميه للاسف لاني ما كانش ينفع اكله. ده بشاميل لاكتوز فري عليه عرض، نازل النص كيلو بيورو 19 سنت. حلو قوي، هجيب منه علشان نعمل مكرونه بشاميل. مسحوق الغسيل ده حلو قوي، انا بحبه. اللتر ونص بيورو. الصلصة هنا اللتر سعره يورو، ودي 680 جرام بيورو، بس دي أحسن عشان فيها قطع طماطم كده فبجيبها بحبها أوي. المكرونة هنا الكيلو عامل 95 سنت يعني تقريبا يورو، فبحب النوع ده الفوسيلي، بحبه أوي. وفي كمان السباجيتي والبنة، كلهم سعرهم الكيلو بيورو. اللبن بقى انا عندي حساسيه من اللاكتوز، بجيبه سنسا لاكتوزي سعره يورو 25 سنت. اللبن العادي ده بقى سعره يورو. كيلو السكر عامل يورو. وهنجيب كمان كيلو دقيق، كيلو الدقيق عامل 50 سنت. وهجيب كمان بيض، ال10 بيضات عاملين 2 يورو 20 سنت. كمان عشان الحلويات هنجيب البيكنج باودر ده ب 60 سنت فيه 6. جماعة البشاميل ده ارخص من اللي احنا جبناه، بفكر اجيبه بدل التاني. انا عندي مشكله من اللاكتوز بس ده رخص، هنجيب الارخص نرجعهم مكانهم. عشان نكمل بقى طلبات التيراميسو هنجيب دي الكريمه اللي بنحتاجها علشان نعمل التيراميسو اللي هو الكريم شانتيه يعني. الشامبو ده سعره يورو 29 سنت. في منه كذا حاجه، مش عارف اختار ايه بصراحه. فكر اختار ده مكتوب عليه اوما وبتاع الراجل وكده، ناخده. نرجع ده. دي جبنه حلوه قوي للبرجر، بيبقوا 8 قطع بيورو ونص. ده ورق الزبده 20 متر عاملين 2 يورو، ناخد واحده. جبت كمان ده ورق علشان المطبخ، علشان بعوز انشف فيه وكده، عامل يورو 70 سنت. وهجيب ده ورق تويلت علشان الحمام، 12 واحدة عاملين 4 يورو. الزيت انواع كتير قوي، بيبدأ من يورو 70 سنت لحد 3 يورو. في طبعا زيت الزيتون هنا بيبقى حلو قوي فبيبقى اغلى شويه. ده الشوفان عليه عرض حلو قوي ب 80 سنت ل 500 جرام، نجيب 2. دي كانت اغلب المنتجات اللي انا محتاجها. تعالوا بقى نروح نحاسب ونشوف الفاتوره هتطلع بكام. Ah, scusa per questa cosina. جراتسيا. خلصنا الحمد لله.
جماعة الحاجات كتير قوي، فهحاول بقى اعبيهم في شنط كده معايا. الشنط دي بتشتريها مرة واحدة علشان ما تاخدش منهم اكياس، وبتعبي فيها بعد كده. الشنطة الواحدة بيورو، بتبقى حلوة جدا علشان تشيل الحاجة وكده. وبكده نكون خلصنا واشترينا اغلب منتجات الشهر ودفعنا 40 يورو. قولوا لي في الكومنتات ده كتير ولا قليل. خلصت في ليدل ورحت تاني يوم الجزارة الإسلامية علشان أقول لكم أسعار الفراخ واللحوم، علشان يبقى عندكم خلفية عن كل حاجة. ممكن تعمل لي كيلو لحمة مفرومة وكيلو صدور؟ هو ده بكام وده بكام أصلا؟ كيلو اللحمة وكيلو الصدور. كيلو اللحمة ده عامل 13 يورو، والصدور عامل 10 يورو. جبنة وعيش كمان، كده كله كام؟ يلا يا باشا 25 يورو. كيلو الصدور عامل 10 يورو، وكيلو اللحمة المفرومة عامل 13 ونص. زي ما انتوا شايفين كده، وعمل لي خصم بسيط يعني، خلاهم 25 يورو بدل 25 و40 سنت. جماعة خلصت في الجزارة ورجعت البيت وعملت صينية مكرونة بشاميل وكلتها. اساسا كنت جعان قوي، بس عايز اقول لكم الصوص ده جامد قوي قوي بصراحة. بس هاتوا منه كتير يعني، لو انت قاعد في ايطاليا وعندك ليدل هات منه، هو حلو قوي سهل. انا كنت طول عمري بعمل البشاميل من الصفر وكده، بس لقيت ان هو سهل قوي يعني. لو انت مستعجل ومش عايز تعمل بشاميل هاته. هو مخدوم كمان تقيل، فحلو قوي. طلعت معايا حلوه بصراحه، بس هو كان قليل شويه، كان عايز يزيد الصوص ما كفاش يعني. لو انتوا حابين موضوع الطبيخ ده ممكن ابقى اعملها معاكم. لو انتوا حابين ان احنا نطبخ مع بعض وكده ونعمل طبخات وصفات جديده مع بعض، ممكن ابقى اعملها معاكم المره الجايه، صينيه المكرونه دي. او نصيحه يا جماعه، لو حد عنده حساسيه من اللاكتوز او لاكتوز انتوليرنت، ما يسترخصش ويجيب البشاميل اللي هو سنسا لاكتوزيو اللي من غير لاكتوز، علشان انا بندم دلوقتي. طبعا انا مش بجيب كل حاجه من ليدل يعني، انا باخد الحلو من هنا على الحلو من هنا. فتلاقوني مثلا بجيب شويه حاجات من ليدل وبعدين اروح اجيب شويه حاجات من الجزاره العربيه. الجزاره بيبقى عندهم مثلا الجبن، عندهم العيش، عندهم فطير. انا عامل فيديو كامل عندي على القناه على الجزاره الاسلاميه، هتلاقوه موجود، اتفرجوا عليه فيه كل حاجه. وتقريبا الاسعار نفسها هي يعني ما اتغيرتش قوي. بالنسبه لاسعار اللحمه كمان، اللحمه اللي انا جبتها المره دي ممكن تبقى غاليه شويه، ممكن انتوا تلاقوها اعلى شويه في مكان تاني، لان هي بتعتمد على حسب انت هتجيب اللحم من انهي قطعيه. احنا عارفين اللحمه قطعياتها كتير، وبرضه هتشوفوا في الفيديو بتاع الجزاره اللي انا كنت عامله قطعيات اللحمه واسعارها. الاسعار اختلفت حاجه بسيطه في اللحمه بسبب يعني الظروف اللي حاصله في العالم، زادت شويه، بس برضه الفرق مش كبير. فموضوع اللحمه هو بيختلف حسب القطعيه، لكن الصدور الفراخ هي كلها صدور فراخ. وبرضه في حاجات ما بجيبهاش ولا من ليدل ولا من الجزاره، بجيبها من سوبر ماركت تاني علشان هي بتبقى ارخص. زي مثلا الرز، انا ما جبتش الرز من ليدل زي ما لاحظتوا او من الجزاره، لان الرز بجيبه من سوبر ماركت تاني ارخص بكتير. في حاجة كمان عايز اقولها، احنا الحمد لله اتفعل عندنا في القناة خاصية اسمها ثانكس. دي لو حد عايز يدعم القناة ممكن يدعم القناة من خلالها، او لو عايز تدعم القناة دايركتلي على طول ممكن تدعمها عن طريق لينك باي بال موجود في الديسكريبشن تحت. دعمكم هيساعدني ان انا اسافر او اشوف اماكن تانية او اجرب حاجات جديدة. ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. ولو انت مش عايز تدعم بفلوس ولا اي حاجة، لو عملت لايك وسبسكرايب وشير لاصحابك ده هيبقى دعم كبير جدا بالنسبة لي. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات، والناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، والناس اللي بتعمل شير ولايك وسبسكرايب. شكرا لكم كلكم. احنا خلاص قربنا على 2000 مشترك، ان شاء الله على اخر السنة بقى نوصل ل 10000 او 20000 بهمتكم كده. ان شاء الله استنوا الفيديوهات الجاية، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واكون عرفت انقل لكم صورة يعني عن الاسعار اللي موجودة في السوبر ماركت والجزارة وكده. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله يوم الثلاث، والسلام عليكم.